لو حد جايب لك دمية هدية، عروسة لعبة، هتقبلها على طول ولا هتفكر مرتين قبل ما تمد ايدك وتقبل الهدية؟ طب ايه رأيك لما اقولك ان في دمى فعلا بتتسكن بأرواح شريرة؟ مش هزار او مبالغة، دي حاجة حقيقية. وفي قصص كتيرة قوي بتحكي عن دمى مسكونة، قصص زي قصة النهاردة، قصة الدمية روبرت. القصة بدأت سنة 1904 في جزيرة في ولاية فلوريدا، بيت فخم وضخم العيلة غنية. البيت ده كان عايش فيه فنان ومؤلف اسمه روبرت يوجيني أوتو. الناس كانت بتناديه جين وهو صغير كان متعلق جدا بمربيته، واللي كانت ست عجوزة يبان عليها الطيبة وحبها لجين. كانت جاية من جزر البهاما، لكن اللي جين وعيلته ما كانوش يعرفوه إن الست دي كان عندها معرفة عميقة جدا بالسحر. ومش أي سحر، لا، ده السحر الأسود، وبالتحديد سحر الفودو. وفي يوم حصل خلاف بين أم جين والمربية، وأم جين طردت المربية بشكل وحش قوي ومهين، لدرجة إن المربية قررت تنتقم. وقبل ما تمشي طلبت تودع جين وادته هدية هيندم إنه أخدها طول عمره. دمية قماش، عروسة لعبة عاملاها بإيديها، وقالت له: جين، خلي بالك منها يا جين، أنا سميتها روبرت على اسمك. ومن هنا بدأت الكارثة اللي هتطارد العيلة والبيت لسنين طويلة جدا لقدام. جين اتعلق بالدمية بشكل مرضي وغريب، لبسها لبس بحار وفضل سنين طويلة ينام وهي في حضنه، ويتكلم ويتناقش معاها كأنها شخص حقيقي. لحد هنا ممكن نقول إن ده زي أي طفل، خيالات في دماغه. لحد ما المرعب والمخيف إن الخدم بدأوا يسمعوا أصوات نقاش بتحصل بين جين وحد تاني، صوته ضخم أجش، مش صوت طفل، صوت مستحيل يطلع من طفل. وفي مرة دخلوا على جين أوضته، لقوه قاعد في ركن الأوضة، والأوضة متبهدلة، والعروسة قاعدة على كرسي. ولما سألوه ايه اللي حصل وقاعد كده ليه، جين قال لهم: روبرت اللي عمل كده، هو اللي بدأ الخناقة معايا. العيلة ما صدقتش، وقالوا إن ده أكيد خيال أطفال. لكن الحوادث الغريبة ما وقفتش، بالعكس دي زادت. أطباق بتطير وبتتكسر، أبواب بتترزع وبكل قوة وتقفل لوحدها. لعب اللعب بتاع جين التانية بتتقطع وتتكسر، وكل مرة جين يقول: مش أنا، ده روبرت هو اللي عمل كده، انتوا مش مصدقيني ليه؟ والمرعب أكتر إن الخدامين بدأوا يشوفوا الدمية روبرت بتمشي لوحدها، بتتسلق الحيطان وتبص لهم وتضحك بسخرية. ومش هم بس، ده حتى كمان الجيران بدأوا يشوفوها بتبص من الشبابيك وبتتحرك من شباك للتاني، وهي مرسوم على وشها ابتسامة مرعبة. الأحداث الغريبة فضلت مستمرة لحد ما في يوم أهل جين سمعوه بيصرخ صرخة فظيعة. جريوا عليه، لقوه واقع على الأرض وواقع عليه حاجات تقيلة، وهو بيصرخ ويقول: الحقوني، روبرت عاوز يأذيني. ساعتها العيلة قرروا إن هم لازم يحبسوا الدمية دي، فحبسوها في أوضة فوق السطوح، وقفلوا الباب عليها كويس، وحذروا الكل إن محدش يقرب منها. عدت سنين وجين كبر واتجوز ونسي العروسة تماما، بس رعب الدمية روبرت ما وقفش. لأن بعد موت جين، الناس اللي اشترت البيت طلعوا العروسة وادوها لبنتهم الصغيرة عشان ترجع العروسة ويرجع رعبها من جديد. وبدأوا فعلا يسمعوا أصوات ويشوفوا نفس الحاجات اللي كان بيشوفها أهل جين. وحتى البنت الصغيرة كانت بتصرخ وتقول: روبرت عاوز يأذيني، العروسة بتمشي لوحدها، بتضحك لي بطريقة مرعبة بتخوفني.
لحد ما قررت العيلة إنها تتبرع بيها المتحف فورت إيست. بس حتى هناك رعب العروسة فضل مستمر. الحراس والعمال بيحلفوا ويقسموا إنهم بيشوفوها بتتحرك بالليل، بتميل براسها وبتبص لهم. كانوا مرعوبين منها جدا، مرعوبين منها لدرجة إنهم حطوها في صندوق إزاز ومنعوا حد يلمسها. لحد النهاردة الناس بتيجي من العالم كله علشان تشوف روبرت وتتصور معاه. بس قبل ما تتصور معاه لازم تاخد إذنه، لأنه لو ما وافقش لعنة هتصيبهم. كل واحد بيستحمل. لو روبرت وافق بيميل راسه لقدام، ولو رفض بيميلها لورا أو على الجنب. ويا ويله يا ويله اللي يصوره وهو رافض، يبقى يستحمل بقى اللي هيجراله، لأن لعنة الدمية روبرت مش هتسيبه. في النهاية لو حابين نتكلم عن دومة تانية، دومة عندها قصص مرعبة وأكتر من دي، اكتبوا لنا في الكومنتات. وما تنسوش لو عجبك الفيديو تعمل لنا لايك وسبسكرايب وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. وخليك فاكر ان مش كل هدية تبان بريئة حتى لو كان القصد وراها بريء. خلي في بالك. وسلام.